بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم أبي واغفر له واجعله من أهل الجنة يا رب. اللهم ارزق أبي الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة تاع لي زونتخوكوت ولا لي ستيك فلاكوكوت يجيو طيبين زبدة. شوفوا الوصفة هذه روعة 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 مع أي قطعة تاع اللحم عندكم. كي ديروها فلاكوكوت راح تجيكم طيبة زبدة. تبعوا برك المراحل. نبدأ بسم الله على بركة الله في المكونات وطريقة التحضير. شوفوا هنايا عندي قطع تاع لي زونتريكوت كيما راكم تشوفوا فيهم، وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نوعيه نتاع اللحم تكون عندكم. هنايا رايحه نرافقوا مع لا بيوري. انا هنا قطعت كميه نتاع البطاطا وحطيت لها الورقه تاع الرند وملحتها بطبيعه الحال، يعني درتها لكم على السريع وقدام خطره شاركت معكم الوصفه تاع لا بيوري اللي نديرها. هذه هي حطيت انا البطاطا تاعي الطيب، ومن جهه اخرى رحت لي زونتريكوت نتاوعي حكمتهم بالوحده ودرتهم هنايا بالحلال. انا ما عنديش هذيك الاداه فدرتهم غير بالحلال. حطيت ساشي من تحت وساشي من فوق، لازمهم يكونوا رقاق ما يكونوش خشان. هذه هي كما قد نعت لكم، وهذه من بعد ما كملتهم كامل. درك نروحوا للمرحله اللي جايه. هنايا في كوكوط حطيت ملعقه نتاع الزبده كما راكم تشوفوا، خليتها حتى تسخن مليح والنار تكون قويه. وحطوا اللحم نتاعكم لي ستاك ولا لي زونتريكوت، يعني اي مما اللحم تاعكم تقصوها صغيره نفس الطريقه. مهم على نار تكون قويه وتحمروهم على الجهتين. صراحه لا فيديو هذه اي شويه قديمه، نسيت ما حطيتها لكمش. على بالكم كي رحت نشوف في لابليكاسيون تاعي تاع المونتاج انا نوجدهم بعد تبقى لي غير لا فوا اوف، نسيت عليها كامل، نسيت ما درت لهاش لا فوا اوف. مالا اليوم قلت الله غير نديرها ونحطها لكم في القناه. خليوها تاني رمضان، يعني الحوايج هادو ملاح لشهر رمضان. وكما قلت لكم ما لازمش لي زونتريكوت، تقدروا ديروا غير طريف تاع اللحم تقصوه بنفس الطريقه. كما قلت لكم اقليوهم على الجهتين والنار تكون قويه. نكملهم انا كامل بنفس الطريقه. الوصفه هذه عملكم بزاف هايله، تجي روعه. وسبقت وشاركت معكم عدة وصفات من هذا النوع تاع اللحم اللي في لاكوكوت. كاين اللي رافقتهم بالرز، كاين اللي بالبطاطا، وكل وصفة كيف درتها لكم. هذه هي هكذا نحمرهم لكم على الجهتين. وحبيباتي لكان وصلتوا هنايا للنص تاع الفيديو نقول لكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو هذه الوصفه مع صحاباتكم وحباباتكم. وهنا نضيف كميه من الثوم. شوفوا انا الثوم هنا ما ربيتهاش، حكمت الحبه تاع الثوم قصيتها على 2 ولا تقدروا على 3. المهم ما تربيوش الثوم تاعكم باه ما تتحركش. بالنسبه للتوابل نديروا غير الملح وفلفل اسود. كما تعرفوا اللحم ما يحبش التوابل بزاف، ديروا له غير اللحم وفلفل الكحل وبقاو حركوا فيه حتى يدخلوا هذوك التوابل والثوم تتقلى مع هذاك اللحم. لازم تخليو اللحم نتاعكم ياخذ الوقت في التقليه، لازم هذه سينو ما يجيكمش كامل مليح. شوفوا هنا ضفت القليل من الماء شويه برك ماشي بزاف، ونقفلوا لاكوكوط ونخليوه 10 دقائق حتى يطيب. وهنا رحت درت لابيغي تاعي بالباتور. انا ما نديرهاش
بالبغاميكسور. وهذه هي اللحم بعد ما طابت لي. شوفوا لاصوص كيفاش جات روعه، وشوفوا اللحم كيفاه طابت زبده. وهادو هما لي زونطريكوت اللي كنت درتهم في لاكوكوت، ورافقتهم بلا بيوري في شكلهم النهائي. شهيتكم في الجنة. نتمنى ان الوصفه هذه تجربوها وتقولوا لي في التعليقات كيفاش جاتكم. كما قلت لكم سهله ماهله وما تديش كامل منكم الوقت. هذه هي، وصلنا الى نهايه الفيديو. نقول لكم مع السلامه، في امان الله.